قول لي كده، قول لي بس قبل ما لان انا لو اتفتحت في الكلام انا ما حدش بص، هيسكتني. انت مدريدي وانا مقدر جدا شعورك، وانا كواحد بيحب الكوره قوي، تمام. مبسوط ان رودري خد البالون دور، بس مش مقتنع. يعني مبسوط ان فكره ان في لعيب عارف لحد نص. النص الاولاني من الجمله آه، انا كنت فاهم لا لا لا، ايه خلاص. ده؟ لا تقلقش. انا بتكلم بجد، اللي هو مبسوط ان بقت الفكره ان هو لا، لعيبه نص ملعب ممكن تاخد البالون دور، او ممكن يتقال عليها احسن لعيبه في العالم. طب وهي جت عند ارمط يعني آه، جت هنا يعني عند فينيسيوس اللي يعني هو عمل كل حاجه في الدنيا ومحدش عمل اللي عمله السنه اللي فاتت وخلاص بقى يعني افتكرنا رودري العمر دلوقتي. قدامه، العمر قدامه، يا معلش. انا مش عارف اطيب طب خلينا خاطرك أوي. بس ناخدها واحده 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 الاول. يا ريت. خلينا ناخدها يلا واحده بينا. واحده. خلينا نتكلم عن موسم فينيسيوس في السريع قوي كده وموسم رودري، ونحطهم كومباريزن قبل ما نتكلم في حد، وتحتيهم ما ننساش، وتحتيهم حط 100 خط بلينجهام وكارفاخال. خلاص، آه لان ما اعتقدش ان في حد تاني مرشح معاهم. لا لا. اوكي، مش هنقول توني كروز بقى، مش هنقول لامين يامال، مش هنقول كل الناس دي، تمام. هنتكلم عن فينيسيوس. واحد جايب اعلى معدل تهديفي كجناح في اوروبا كلها والعالم. واحد شال ريال مدريد على كتفه في الشامبيونز ليج حرفيا السنه اللي فاتت. جايب الشامبيونز ليج، احسن لعيب في الشامبيونز ليج. محطوط في التشكيله النهائيه بتاعه الدوري الاسباني، ما خدش احسن لاعب عشان الشهرين اللي اتصاب فيهم اثروا فيه، وخدها في الاخر دوفيك هداف يعني جيرونا. ماشي. جايب الدوري الاسباني. تمام. الراجل عمل كل، جايب السوبر الاسباني بفضيحه على برشلونه، هاتريك في برشلونه في السوبر الاسباني. عمل كل حاجه. رودري الناحيه الثانيه ما ننساش طبعا، جايب الدوري الانجليزي، اصعب دوري في العالم لا نقاش في ذلك. عامل اجوان واسيستات مش قليله على مكانه، على ان واحد بيلعب دستروير كويس. مش حتته. كويس صح. اوكي، جول كونتريبيوشن محترم جدا. بس لحد هنا ونقف. رودري ده هو نفس البني ادم ده اللي السنه اللي قبلها جاب دوري وكاس وتشامبيونز وجاب معدل تهديفي محترم قوي، بس كل ده اتكنسل عشان ميسي ياخد البالون دور وما تجابش سيرته. مش عمي، انا مش هخش في عمي حته وعمك. ميسي، انا مش هخش انا مش عمي هخش في وعمك. حته ميسي. انا مش بتكلم في ان ميسي عمل ورودري عمل. لا تتكلم عن ميسي باحترام اصلا، ده لا لا لا, مبدئيا. لا والله لا، خالص انا مش بتكلم عن ميسي، انا مش جاي اتكلم عن ميسي، انا جاي اتكلم عن انه ليه السنه اللي فاتت ما حدش جاب سيره رودري. يعني ميسي عمل ويستحقها، خلاص يا سيدي ماشي تمام، لا لا، ما متفق. كانش يستحقها، بس هو ميسي خلاص براحته. ماشي تمام عادي. ماشي انا مش هخش، بص ما تجرنيش، انا مش هخش في الخناقه دي. بس ليه ما حدش جاب سيره رودري؟ ولا انتوا افتكرتوه السنه دي اللي لما جاب بطولات اقل واداؤه نفسه كان اقل؟ هي دي بقى البوينت. اداؤه نفسه قل. هو رودري ما كانش احسن لعيب في السيتي السنه اللي فاتت، ولا كان احسن لعيب في اسبانيا في اليورو. ايوه خد بقى دي. طيب هنقول يا سيدي، بيقول لك اصله جاب اليورو مع اسبانيا. يا اخي كارفاخال جاب اليورو. يا معلم خوسيلو جاب اليورو. يا عم لابورتا اللي بيلعب في النصر السعودي جاب اليورو. يا جماعه مش اسمها كده. بجد. طب اقول لك على حاجه والله العظيم، في مره كنت قاعد بلعب انا واصحابي جيم من الالعاب بقى بتاعه التحدي وكده، تمام. فسالوني مين احسن لعيب في اليورو السنه اللي فاتت، تمام، اللي هي بتاعه 24. انا تلقائيا جاوبت لامين يامال، تمام، وطلعت الاجابه رودري. قاعد اتفاجئت، عايز اقول لك، مع ان المفروض بقى ان واحد بيتفرج وتحليل مع كامل يعني. والله اتفاجئت. طب والله العظيم ثلاثه، اقسم ومش بالله بقول اتفاجئت. اي حاجه، مش بقول الكلام ده بس عشان خاطر يعني اللي هو كده، بس والله بالنسبه لي فابيان اللي ما حدش، الواد ده اندر ريتد قوي وما حدش جاب سيرته. فابيان لاعب يورو طلقه، اقول لك انا كسر الدنيا. اول ماتش بتاع كرواتيا عمال قاعد بتفرج على الماتش وبتاع، وانا بشجع اسبانيا يعني شويه، عمال اشتمه وبتاع، ويا جماعه هو ايه لازمته في الملعب؟ وفي 5 دقايق اقسم بالله عمل اسيست لمراتا، والجول التاني قام من مودريتش في راكيتيتش وحطها في الضيقه. بقيت قاعد لاعب يورو عامل زي محترم. الشورت. وبعدين يا جماعه طب ما هو طب كارفاخال يا جماعه، هو مش كارفاخال ده جايب الدوري ما والتشامبيونز؟ مش هنهبل بقى. طب مش ما هنهبل طب ما والله. هو خلاص، ما مش هي هنهبل. لو ماشيه كده يبقى نمشيها كده. كارفاخال ده السنه اللي فاتت جايب اليورو، جاب الدوري، جاب الشامبيونز، مع العلم ان كارفاخال السنه اللي فاتت لعب تقريبا احسن موسم للريال مدريد من 2018 لما كان مع زيدان. ماشي، هنرجع بس لحته كده بسيطه. ما هو مش هينفع اقول لك كارفاخال عشان مدى تاثيره على الفريق ايه يا معلم. ما هو برضه هي بتتحكم بالايه؟ اللعيب النجم، المركز، المنظومه. طيب، مش باك شفت يمين انت مش قلت هيبقى ايه؟ هي بتتحكم يعني بايه؟ لو جينا نحكمها على الباكات اليمين، داني الفيس كان عنده 100 موسم ياخد فيه احسن لعيب في العالم يعني. بس شوف كان قدامه مين كان مستحيل ما ياخدها. هو هي الفكره مش في داني الفيس ولا في كارفاخال، الفكره في البوزيشن. في لعيبه كده اتولدت هي مش هتاخد حاجه. طيب الناس دي يعني هو الاستثناء كان ايه؟
كانافارو مثلا لما كانافارو. خد بالون دور في 2006 بس كان عامل موسم تاريخي. الموسم ده ما كانش فيه لعيب منور يعني، بس جت معاه كاس عالم، وكان عامل كاس عالم، كان هو المين مان بتاع ايطاليا. فمش هقول لك كارفاخال بصراحه، يعني مش هتعاطف مع موضوع كارفاخال ده خالص. ماشي. لا على فكره انا مش جاي اقول ان كارفاخال يستحق البالون دور، لا لا لا، انا مع انت عايز فينيسيوس تحط كونتندر قلباً مقارنه وقالباً. بالكلام اللي بالظبط. بيتقال. بس انا مش جاي، انا بواجه الناس باسئلتهم. هو يسالني سؤال وانا هرد عليه بسؤال. هو يقول لي رودري هو ليه رودري ما ياخدهاش وهو جايب اليورو؟ هو رودري مش هرد احسن اقول له لعيب. عليه واقول له هو كارفاخال جاب بص، اليورو. احنا خلينا متفقين ان اي حد هيتكلم في كوره واي حد هيتكلم في منطق، رودري مش احسن لعيب في العالم، ولا كان احسن لعيب السنه اللي فاتت لا في اسبانيا ولا في السيتي. طيب خدها ليه بقى؟ سياسه. حلو. سياسه يعني بقى. احنا خلينا بس متفقين عشان اللي ما يعرفش، السنه اللي فاتت اول سنه ان الاتحاد الاوروبي بالشراكه مع فرانس فوتبول يبقوا هم مع بعض هينظموا حفله البالون دور. بالظبط. رئيس الاتحاد الاوروبي اللي الناس مش عارفاه اللي هو تشيفيرين، اللي هو العدو الاول والاكبر لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد. والتاني بقى نصر الخليفي. والتاني ناصر الخليفي اللي هو عضو في اليويفا والمدير التنفيذي، وأنا وابن اللي هو عمي. وانا وابن عمي على الغريب. بس خلاص. أنت فاهم؟ فلو بس في ناس مش فاهمه حته انه ليه فينيسيوس خسر البالون دور، فنحط دي رقم 1. ورقم 2 عنصريه.